السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض الكحك الناعم. طبعا طريقة سهلة خالص وبسيطة جدا، خليكي معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي الطريقة وان شاء الله تعجبك. اول حاجة كده بنجيب معانا نص كيلو من الملبن، ومعانا 3 معالق من السمنة بتكوني مسيحاهم، ومعانا طبعا مكسرات. طبعا دي مش اجباري، دي اختياري. لو متوفر عندك بتحطيها، مش متوفر عندك مش بتحطيها، عادي جدا، مفيش اي مشكلة خالص. بنبدأ طبعا نعجنهم كلهم في بعض كده لحد ما بنلاقي الملبن معانا بقى خلاص كده متجانس، تقدري ان انتي تشكليه كده كور صغيرة زي ما انتي شايفاها عشان نحشي بيها الكحكة. ان شاء الله. زي ما انت شايفه كده احنا كده خلاص خلصنا كل الكميه كلها زي ما انت شايفه اهو. وبعد كده بقى بنبدا نجيب الدقيق علشان نبدا نعمل الكحك. اول حاجه كده بنجيب كيلو من الدقيق، بتكوني نخله كويس جدا. معانا معلقتين كبار من السمسم، ومعانا ربع معلقه من البيكنج باودر وذره من الملح. ركزي جدا في المقادير دي كويس جدا عشان المقادير دي اللي بتظبط الكحكايه. هنا بعد ما خلاص كده حطينا المكونات كلها، بننزل بقى ب550 جرام من السمنة. سواء بقى سمنة بلدي او سمنة مخلوطة براحتك خالص المتوفر عندك. لو مش متوفر عندك سمنة بلدي بتجيبي سمنة من العادية، وبتجيبي معاها ريحة السمنة البلدي وبتحطيها عليها، وبتيجي نفس النتيجة على فكرة. بنبدأ بقى طبعا السمنة بنكون مسيحينها، مش بنكون قدحينها قوي، بتكون سخنة بس لكن مش مقدوحة، يعني اللي هو ايدك انها تستحملها. بنبدأ بقى كده ندوب بقى الدقيق كده كله بالسمنة زي ما انت شايفة كده. احنا مش بنعجن يا جماعة، احنا بنبسها في بعضها كده، وبنبدأ ندخل السمنة في الدقيق كده لحد ما نحس ان خلاص الدقيق شرب السمنة كلها. اهم حاجة ان انت ما تعجنيش عشان العجين هينشف معاكي الكحك. هنا بقى الخطوة التانية بنجيب طبعا 200 جرام من المية. عايزة تستبدليها مثلا بيبقى 100 جرام لبن على 100 جرام مية، او تبقى مية بس اهم حاجة ما يبقوش ازيد من 200 جرام. طبعا بنجيب ال200 جرام المية بناخد نصهم وبنحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الباودر ومعلقتين كبار من السكر، وبنبدأ ندوبهم كلهم لحد ما الخميرة نتأكد انها تمام. بننزل عليها على الخليط بتاعنا. طبعا دي بقيت كمية المية، بقيت 200 جرام من المية، ما تزوديش عن 200 جرام على الكيلو الدقيق. 200 جرام من المية عشان ما ينشفش معاكي. طبعا احنا بننزل عليها كده كل شوية كده طول ما احنا بنعجن. بتنزلي كده كل ما تلاقي العجينة لسه ناشفة بتنزلي ببقية الجرام، بمقية 200 جرام المية، لحد ما بنعمل اختبار كده لحد ما نلاقي خلاص كده العجينة تمام، مفيش فيها اي تشققات. خلاص كده يبقى كده العجينة تمام زي ما انت شايفة كده. لو فضلت العجينة ناشفة معاكي حتى بعد ما المية خلصت، عادي مش مشكلة. ابدأي خدي كور كده من العجينة وابدأي افركيهم كده بايدك لحد ما تلاقي العجينة بتطرى معاكي. العجينة بتبقى عايزة ضغط عليها بس. وبعد كده بقى خلاص بنبدأ بقى نسيبها بمعدل 10 دقايق بس ترتاح، وبعد كده بنبدأ بقى نقطعها ونشكلها. زي ما انت شايفة كده احنا بنبدأ ناخد بقى القطعة وبنبدأ نحط فيها الملبن بتاعنا الحشوة، وبعد كده بنبدأ ننقشها بقى بالمنقاش كده زي ما انت شايفة. انا كل المقادير دي هكتبها لك في الوصف عشان تشوفي المقادير بالجرام والمقادير كمان بالكوباية. انا هحط لك كل المقادير زي ما انت شايفه كده. احنا ده للناس اللي بتحب تنقش، ده برضو النقش سهل جدا، بس انا طبعا 3/4 عملته بالبصامه لان يعني بتبقى اسهل واسرع يعني بالنسبه لي. طبعا زي ما انت شايفه كده انت بتاخدي القطعه وبتحطي فيها الملبن كده وبترجعي تقفليها تاني، وبتبدأي بقى تقوريها زي ما انت شايفة كده. بنكورها تاني
والتكويرة دي بقى يا جماعة بتدي كده حرارة للعجينة، فالعجينة بتبقى معاكي ملمسها ناعم وملمسها طري وما تشققش معاكي خالص. دي خطوة مهمة جدا. زي ما انت شايفة كده انا هعمل واحدة كمان كده قدامك. التقويرة دي بتخلي العجينة تبقى طرية وملمسها يبقى ناعم جدا، ما تبقاش ناشفة معاكي او ما تشققش معاكي. عشان كده انا بقولك ما تزوديش مية في العجين، لان هو كده كده مع الضغط بتاع ايدك انتي العجينة بترجع تنعم وتطرى تاني. فما تكتريش مية، عشان كتر المية هيخليها تنشف معاكي بعد كده في التسوية. اهو انا العجينة بتاعتي ما خدتش اكتر من 200 جرام مية. ركزي، 200 جرام مية. المية بتكون دافية. عايزة تحطي 100 جرام مية و100 جرام لبن مش مشكلة. عايزة تخليهم 200 جرام مية بس مش مشكلة برضو. اهو زي ما انت شايفة كده انا بعمل كذا واحدة قدامك كده علشان اللي ما اخدش باله ياخد باله. والحكاية عايزة اقولك ان الطريقة سهلة وبسيطة خالص. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه ان شاء الله. ويا رب الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تكون بتعجبكم وتكونوا بتستفادوا منها كمان. هنا بقى انا كنت بنقش لكم واحدة كمان زي ما انت شايفة كده اهو. خلاص كده بقى انا كنت خلصت كل الكمية. عايزة اقولك ان الكيلو الدقيق فرط معانا، عمل كمية حلوة جدا. طبعا في صواني تانية كمان انا كنت مسوياها. بصي بقى هنا التسوية حلوة جدا. شوفي بقى انتي بتدخليها على درجة حرارة 180. ما بتولعيش من فوق غير لما بتحسي من تحت انه خلاص اتحمر، يعني استوى من تحت، بترجعي تولعي عليه من فوق ياخد بس اللون البسيط ده. بصي هنا بقى انا كنت بجرب لك واحده كده بعد التسويه. عايزه اقول لك كانت دايبه دوب، يعني بصي والله دايبه جدا جدا، مش مصمله في الفرن خالص. على فكره الصاج بيقعد من حسبه 15 دقيقه بالكتير جدا، يعني من 10 دقايق من 12 دقيقه ل 15 دقيقه، ما تزوديش عن كده عشان ما ينشفش معاكي ويصمل كمان، وتبقى الكحكايه كده دايبه في البق كده. هنا بقى انا كنا حاطين عليه السكر المطحون. شوفي شكله بقى تحفه وطعمه. عايزه اقولك كان حلو جدا 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 والله، احلى من بتاع المحلات ودايب دوب ومظبوط جدا. جربي الطريقه.